السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نجرب فوطة التراب من ايكواي زي ما جربنا فوطة الازاز. ادي الفوطة لونها ازرق او لبني كده، وكمان برضو معاها هنجيب الصابونة عشان ما نستخدمش اي منظفات واحنا بنغسلها وتبقى كويسة. دي فوطة صحية آمنة للبيئة، ما بتتحطش في الغسالة، ما بنستخدمش معاها منظفات، ما ينفعش نجيب عليها حرارة او تتكوي مثلا. دي أول موانع استخدام ليها. يلا بينا كده نجربها مع بعض. ده شكلها جهتين، جهة شوية ناعمة وجهة فيها شعيرات تانية كده. برضو استخدامها نفس استخدام فوطة الإزاز، إن أنا ببلل قطعة منها كده وبمشيها على الخشب. جبت برضو الصابونة دي عشان ما استخدمش أي منظفات مع الفوطة. الصابونة دي برضو من ايكو واي، طبيعية، كل موادها خام، آمنة للبيئة جدا. برضو نفس الصابونة بغسل بيها فوط التراب وأي فوطة تانية من ايكوي. الفوطة بتاعة التراب في موجود منها الشكل ده، وفي موجود منها شكل جوانتي كمان. يلا بينا كده نجرب بقى الفوطة مع بعض. أول حاجة التراب كده والأشكال بتاعة الدواليب، مثلا الفراغات والجناب وكده. الأول أنا كنت بستخدم الجهة اللي هي الناعمة للفوطة، بس يعني وانا بستخدم جربت لقيت ان اللي فيها شعيرات افضل، خصوصا انها بتخش جوه الفراغات فبتنضفها لي. الشعيرات بتخش لي جوه كله. بعدين خرجت على باب الشقه نشوف برضو حته منه كده، ما شاء الله لمع جميل جدا بدون اي استخدام اي حاجه، خصوصا للناس اللي عندها حساسيه. تعالوا هنا نعمل مقارنه جميله كده بين البابين دول، بابين اوضتين قدام بعض. ادي باب انا عملت عليه بالفوطه، وادي الباب التاني ما عملتش بيه لسه. بصوا ده ما شاء الله بيلمع ازاي، جميل جدا، برضو من غير ما استخدم اي منظفات، وبينضف اي اوساخ خصوصا علامات الاصابع والكلام ده. كمان هنستخدمه ونجرب برضو نشيل بيه التراب من على المراوح والكفرات بتاعتها او اي حاجه، من غير ما اخش اغسلها تحت الحنفيه وبهدلها للاحواض او غيره. هي بالفوطه برضو بمشي كده. وبرضو زي ما قلت بنستخدم الجهه اللي فيها حبيبات اكتر او اللي فيها شعيرات. بصوا فوطه بتشيلك التراب من اي مكان بسرعه جدا، بتعمل بحاجه اسمها الالكتروستاتيك، بتجذب كل التراب ليها كده وبتشده وبتنضفه. هنا كمان الحوائط فوق اطار كده عندي عند الباب، برضو طلعت انضفه. المفروض الاطار ده فوق مطبخ، يعني كمان في دهون مع تراب، دهون مع تراب مش تراب بس. لمعها لي برضو وخلاها جميله جدا ما شاء الله. انا بين كل مره ومره بغسلها بس تحت الحنفيه كده. بس قلت بقى نجرب الصابونه بتاعتنا. الصابونه مش بتدي رغاوي كتير زي الصابونات المصطنعه، بس طبعا ما ينفعش نستخدم بالفوطه دي اي صابونه تانية. بصوا بتنزل جميع الاوساخ فيها. طبعا انا يعني نزلت تراب بشع جدا. ما تنسوش اللايك بقى يا حلوين.